الحوض ده فيه 500 سمكة. شوفوا 500 سمكة دول بعد 6 شهور هيبقوا ايه. عملت جرد مفيش ناقص 3 سمكات. ده الصرف بتاع الحوض، كل حوض له صرفه وله حنفية بتاعته. اديكي اول اوضة، بعد كده طرقة، دي الاوضة فاضية تعتبر مفيهاش حاجة. بعد كده دي اوضة فيها الحوض الصغير برضو بالصرف بتاعه حنفيته. هنا فرق الجدران تقريبا نص متر في كل ناحية. بعد كده الأوضة التالتة برضو فرق الجدران تقريبا نص متر. وادي الحوض التالت برضو الصرف. بعد كده آخر حوض نفس الكلام برضو نص متر، هنا يمكن أصغر شوية. كده التلاتة هم كده، تلاتة جنب بعض، تلاتة جنب بعض. ادي الصغير والكبير، وفي الأوضة دي الكبير التاني، تلاتة جنب بعض. بعد كده أوضة فاضية، بعد كده الكبير اللي بره. اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ده الجهاز اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وده الجهاز اللي بيستخدم تكنولوجيا النانو في إعادة تدوير المياه في الأحواض السمكية المنزلية الصغيرة. وده المستخدم في تربية أسماك زي الباسة اللي احنا شايفينها دي دلوقتي، وأسماك البلطي برضو أيضا. ودي بتستخدم في المزارع السمكية المنزلية. وزي ما احنا شايفين دلوقتي دي اللي قدامنا دي أسماك الباسة. طبعا دي عدى عليها حوالي بتاع 8-9 شهور. بتوصل لأحجام بسم الله ما شاء الله كبيرة زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. التكنولوجيا اللي بيتكلم عليها في النانو سيستم او النانو تكنولوجي او النانو فيش اللي بتستخدم في الاحواض السمكيه المنزليه ديت، بتوفر علينا كتير قوي في الكهرباء، في استهلاك الميه. وبالاضافه ان هي بتحفظ الاسماك دي من اي مشكلات ممكن تقابلها. التكنولوجي دي مناسبة جدا للمنازل والأحواض السمكية المنزلية كمشروع صغير ممكن أي حد يقدر ينفذه في البيت. تعال تعال انت كبير. كده بقى.